فيلمنا بيبدأ مع ليديا، بنت صغيرة جميلة أمها دايما مشغولة بسبب مسابقات ملكات الجمال. بتكون لوسي خالتها هي اللي مربياها ومهتمية بيها ومعلماها كل حاجة موجودة في الحياة، وبتتعرف على صديقتها آيلا واللي بتفضل صديقتها المقربة لحد لما بيكبروا. بتكون ليديا شغالة جرسونة في مطعم، وبتلاقي ان في زباين متضايقين بسبب ان طلباتهم اتاخرت، بس بتقدر بكل سهوله انها تحل مشكلتهم وبتديهم الوجبات بتاعتهم مجانا. وبعد ما بتخلص شغلها بتطلع على بيتها وبتشوف امها روز اللي قليل ما بتقابلها بسبب انشغالها في المسابقات والاجتماعات، واللي بتكون عندها حفله ملكه جمال وبتطلب من بنتها انها توصلها للحفله لانها مش هتقدر تسوق. وبيوصلوا الحفله وبتكون ليديا جايبه صاحبتها آيلا اللي معاها في الحفله، وبتشوف والدتها وهي بتقدم الفائزه بالمسابقه وبتحضنها، وبيبان على ليديا انها متضايقه. وبعد ما بيرجعوا البيت بتكون روز بتلم حاجات لوسي عشان تتبرع بيها، وبتتخانق معاها ليديا انها ما ينفعش تتبرع بحاجات اختها لوسي بعد ما توفت ب6 شهور بس، وبتروح اوضتها وبتفضل متضايقه لتاني يوم. وبتجيلها آيلا عشان يروحوا سوا اول يوم دراسي، وبتلاقي ليديا عربيتها بايظه فبتوصلها مامتها المدرسه وبتناديها باسم دمبالين قدام زمايلها، فبتتضايق اكتر. واول ما بتدخل المدرسه بتلاقي واحد حاول يضايقها ويتريق عليها، وبتحاول تتحكم في اعصابها لحد لما بتلاقيه بيتريق على واحده تانية وبيتنمر عليها بسبب وزنها واسمها ميلي. فما بتستحملش ليديا اللي هو بيعمله، بتروح تضربه وبتتفصل عن المدرسه بسبب سلوكها العنيف. وبتفضل والدتها تتخانق معاها بسبب سلوكها، وبتقول لها ليديا انها مش غلطانه واي حد هيتريق على وزنها مش هتسكت له، وده اللي اتربت عليه من خالتها لوسي اللي عودتها تحب شكلها. وبترفض ليديا انها تركب مع مامتها، وبتقول لها انها هتروح للبيت مشي. وبتروح ليديا وبتفضل تبص في حاجات لوسي، وبتلاقي ان كان ليها طلب عام 1993 لدخول مسابقة ملكات جمال المدينة لكنها ما قدمتهوش. وبتقرر ليديا انها تقدم في المسابقة، ولو كانت والدتها بتستعر منها قدام الناس بدون سبب فهي هتديها سبب مقنع. وبتروح فعلا تقدم في مسابقة الجمال، وبتكون رئيسة المسابقة مستغربة ان ليديا جاية تقدم، وبتطلب منها ان لازم طلب المشاركة يمضي عليه حد من اهلها. ولان روز مشاركة في ترتيب الحفلة بتلاقي بنتها قدامها، بتروح لها عشان تخليها تمضي، وبتقول لها انها عارفة انها جاية تحرجها قدام كل الموجودين وانها مش هتسمح لها انها تستهزأ بالمسابقة. ولكن ليديا بتنجح انها تحرج والدتها قدام الموجودين عن طريق انها تقول لها اي حد ليه الحرية في المشاركة بالمسابقة، وبتخلي والدتها تمضي الورقة بالغصب. وبتقعد عشان تشوف والدتها وهي بتتكلم عن مسابقة ملكة جمال مدينة بليوبان، وان المسابقة مش سهلة وخلال 5 أسابيع هيتم تقرير الفائز بعد اختبار كتير. ولان ليديا اشتركت بتلاقي ميلي قررت هي كمان تشترك في المسابقة، وبتاخد ليديا قدوتها. وبتروح ميلي الشغل ليديا عشان تعرف تجهيزاتها للفوز بمسابقة الجمال، لكنها بتفهمها انها مشاركة بس في المسابقة عشان تبين ان المسابقة مش للجمال بس، وان اي حد ممكن يشارك. وبتقابل بولا زميلها وبيعرض عليها انهم هيتقابلوا بالليل سوا، وبيعدي عليها وبيقضوا وقت مع بعض. وبتروح له ليديا بعد الشغل وبيبان انه معجب بيها، ما بتقدرش تكمل معاه الليلة وبتسيبه بسرعة وبترجع بيتها، وبتكون مش مصدقة ان بولا معجب بيها وهي بالشكل ده. وبيجي تاني يوم وبتروح ليديا لقاء لكل المشاركين في المسابقة، وبتقول لصاحبتها ان بولا معجب بيها وما قدرش تفضل واقفه معاه فسابته ومشيت. فبتلومها آيلا وبتقول لها ان بولا ممكن يكون معجب بيها فعلا وانها تديله فرصه. وبيروحوا سوا لحد القاعه اللي فيها روز مع باقي المشتركين في المسابقه، وبتكون روز بعتة لكل البنات فيديو الرقصه بسيطه يتعلموها عشان يعملوها سوا. وبتطلع آيلا حافظه الرقصه وبتطلع ترقصها مع بيكا اجمل بنت في المسابقه، وبينسجموا سوا وهما بيرقصوا. فبتتضايق ليديا ان صاحبتها واقفه مع حد غيرها، وبتقول لها انهم المفروض يتمردوا على المسابقه مش يشتركوا فيها، وانها فاشله في التمرد ومش فاهمه مغزى اشتراكهم. وبتتضايق آيلا من كلام ليديا وبيتخانقوا سوا وبتسيبها وبتمشي. وبتروح ليديا لبيتها بعد ما بتتمشى شويه، وبتلاقي ان امها روز مع بيكا في البيت وبتقيس عليها فستان معين عشان تساعدها بالفوز بمسابقه الجمال. وبتكون بيكا بتتكلم انها معجبه بالشاب الجديد اللي اسمه بولا وانها عايزه تقرب منه. بتتعصب ليديا اكتر وبتدخل تقعد في اوضتها لوحدها، وبتحاول تتصل بصاحبتها آيلا لكن بتلاقيها مشغوله مع اصحابها اللي اتعرفت عليهم بعد الاستعراض اللي عملته. فبتقعد تعيط لوحدها وبتفتكر خالتها المتوفيه وكل اللحظات اللي كانت بتقضيها معاها، وبتفتكر دبوس معين كانت هي بتحبه موجود في فستان خالتها. فبتفضل تدور عليه وبتلاقي ألبوم اللي كانوا عاملينه سوا على مطربتهم المفضله دولي، وانها بتغني في مكان كل سبت. وبتقرر انها تاخد ميلي وهنا اللي اتعرفت عليهم في المسابقه وموجودين معاها في نفس المدرسه، وتروح على المكان ده وبيلاقوه مالها ليلي، وبيفضلوا قاعدين بيتفرجوا على مغنيين بيغنوا اغاني دولي لحد ما حد بيطلب ليديا، وبيكون صديق قديم للوسي وقدر يتعرف عليها بسبب الشبه اللي بينهم. وبيسأل ليديا عن سبب زيارتها للمكان،
فبتشرح له انها كانت حابه تحس انها قريبه من خالتها لانها عملت خطوه في حياتها ومش عارفه تكملها، وبينصحها انها لازم تكمل اي خطوه عملتها للاخر وما تستسلمش ابدا، تطلع للوسي خالتها قويه ومثابره وتتحمل اي حاجه تنوي عليها. وبتقرر ليديا انها تكمل في المسابقه، وبيجي تاني يوم وبتدخل لجنه المسابقه وبتشوف المواهب الخاصه بالمشتركين، وبيطلع كل المشتركين يعرضوا مواهبهم وفي منهم اللي بيترفض واللي بيتقبل. وبيجي الدور على ليديا، هتكون بتعمل فقره السحر لكنها بتفشل فيها وبتتكسف قدام امها واللجنه كمان، لكنهم بينجحوها بدافع الشفقه. ولما بتقابل روز بنتها في البيت بتقول لها انها استهلكت الفرصه الوحيده اللي كانت ليها والمفروض تبذل جهد اكتر من كده او تنسحب من المسابقه، وبتفضل محبطه لحد لما بيجي وقت شغلها، وبتسمع الموجودين وهما بيتريقوا عليها وعلى حجمها وانهم عرفوا ان بولا حاولت تقرب منها، وساعتها بتتعصب اكتر وبتقف بره المطعم، وبيطلع وراها بولا وبيحاول يهون عليها وبيقول لها انه معجب بيها، لكنها بتقول له انه المفروض ما يبقاش معاها ويبقى مع واحده جميله زي بيكا، لكنه بيقول لها انه مش مهتم ببيكا ولا بغيرها وانه كان فاكرها واثقه في نفسها اكتر من كده، لكن من الواضح ان رايه مش مهم، وبيسيبها وبيمشي. وبترجع البيت وهي زعلانه اكتر وبتقطع الطلب بتاع لوسي، وبتقرر انها تتخلص من كل حاجه وبتتبرع بيها. واثناء ما بتنقل الحاجات للصندوق عربيتها بيقع الدبوس بتاع لوسي اللي كانت ليديا بتحبه، فبتحس ان لوسي بتشجعها انها تكمل، وبتتصل بهنا عشان يجهزوا سوا للمسابقه اللي بعد 10 ايام، وبيتجهزوا في الملهى بتاع راجن وهو اللي بيساعدهم، وبيقضوا ال10 ايام هناك وبيكونوا بيجهزوا وبيتعلموا كل حاجه زي اللبس وطريقه المشي والعروض اللي هيقدموها، حتى الرقص بيدربوهم عليه. وبيجي يوم المسابقه وبتنزل اسماء المرشحين في الجريده وبتكون من ضمنهم ليديا، وبيكون المفروض يروحوا عرض تمهيدي الاول عشان يقبلوا في لجنه التحكيم، واللي هيتكلموا معاهم ويسالوهم اللي بيحبوه. بتكون اول اسم هيطلع على المسرح ليديا، وبتكون روز مرعوبه وخايفه على بنتها انها تتحرق، وبيكون اول سؤال ليها هو ايه معنى الوفاء. تتكلم ليديا وبتقول ان الوفاء هو عدم التخلي عن الشخص في اي ظرف، والوفاء بيظهر في المواقف الصعبه وهو اللي بيحدد المدى الحقيقي للصديق. وبتكون ايلا صديقتها قاعده وسامعه لليديا اللي بتقوله وبتعيط لانها بتتاثر بكلامها، وبتستنى بعد اما بيخلصوا اسئله اللجنه وبتروح تتاسف لها على اللي عملته وانها افتقدتها جدا وعايزه تبقى جنبها في المسابقه، وبيتصالحوا وكل واحده بترجع على بيتها عشان يتحضروا للحفله بالليل. وبتوصل ليديا البيت وبتلاقي امها ماسكه ورق طلب لوسي للدخول لمسابقه ملكه جمال اللي كانت ليديا قطعتها، وبتكون روز بتعيط لانها اكتشفت انها ما كانتش تعرف اختها كويس، لدرجه انها اول مره تعرف بوجود طلب دخول اختها لمسابقه الجمال وانسحابها منها في اخر لحظه. وبتحكي روز لبنتها موقف على لوسي انها في السنه اللي كسبت فيها لقب ملكه الجمال ما كانش معاهم فلوس يشتروا لها فستان جديد، ولوسي هي اللي لقت فستان في محل الملابس المستعمله في اخر لحظه واصرت انها تسهر عليه الليل كله عشان تعدله وخلته اجمل فستان، وكان من اسباب فوز روز في المسابقه. فبتفضل روز تعيط بسبب انها افتكرت اختها وبتحس انها اتنازلت عن جزء كبير من اختها اما فكرت تتبرع بحاجتها، وبتخرج روز من الاوضه وهي بتعيط. وبيجي وقت المسابقه رقم 85 لملكه جمال، وبتبدا الحفله بالاستعراض في كل المرشحين بالفوز، وبتفضل روز تتفرج على بنتها وجمال انسجامها في الاستعراض. وبتكون المسابقه عباره عن عروض ورا بعض، واول عرض هو عرض الرشاقه، وبتقدر ليديا انها تبهر الحضور بجمالها. وبيجي وقت عرضها السحري واللي وعدت والدتها انها تقدمه بشكل احترافي، وفعلا بتقدر انها تعجب لجنه التحكيم بخفه ايديها، والكل بيسقف لها ومنهم روز اللي بتتفرج عليها من الكواليس. ولكن للاسف والاسباب خاصه بالمسابقه بيتم رفض الفستان الخاص بليديا، وده بيكون السبب في استبعادها من المسابقه، لكنها ما بتتضايقش لانها نجحت في انها توصل للمرحله دي، وده ما كانتش متوقعه. وبتبلغ والدتها بكده انها تم استبعادها من المسابقه، وبتسمع ايلا اللي حصل لها فبتقرر انها ما تكملش المسابقه هي كمان. ولان روز عارفه القوانين كويس اقترحت ان تبقى المرافقه لصاحبتها على المسرح في عرض تقديم الفساتين، وبتوافق ليديا، لكنها بتواجهها مشكله جديده في فستان روز انه مش عايز يتقفل من الظهر، ولكن ليديا بتقدر تتصرف وبتديها فستان غريب، وبتقرر روز انها تخاطر وتلبسه احسن ما تطلع بفستان مفتوح قدام الجمهور. وبيجي وقت عرض فساتين السهره، وبتظهر روز في فستان غير الفساتين اللي هي متعوده تلبسها، وبتنجح انها تكمل الليله، وبتقدم كل المرشحين للقب ملكه جمال. ووقت اعلان الفائزه بتكون المسابقه ليها في وظيفه اولى واللي بتكون في المركز الثاني، وبتفوز بميلي لصاحبه ليديا، وبيكون الكل مبهور ان ميلي هي اللي كسبت المركز الثاني بالرغم من كميه التنمر اللي كانت بتواجهها بسبب وزنها. وبتكون ليديا فخوره جدا انها بسبب من الاسباب اللي خلت ميلي تنجح وتثبت جمالها قدام كل الموجودين. وما بتهتمش ليديا انها تسمع الفائزه بلقب ملكه الجمال واللي بتكون بيكا. بتتحرك ليديا على المطعم بتاعها عشان تقابل بولا، وبتقول له ان هي كمان معجبه بيه وبتحبه، وان لوسي لو كانت عايشه دلوقتي كانت هتبقى فخوره جدا باللي هي حققته واثبتته. لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان تشوفوا كل الافلام الجديده. اشوفكم الفيلم الجاي.